صباح الخير على اخواتي وحبايبي، صباح الخير عليكم جميعا، ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اول حاجة حابة ارحب بالمشتركين الجداد على القناة، اهلا وسهلا بيكم. شرفتوني ونورتوني واسعدتوني بكلامكم الحلو، ربنا يسعدكم ويوفقكم وتحققوا كل اللي بتتمنوه يا رب. شكرا ليكم جميعا وشكرا لكل حد بيكتب لي تعليق حلو. هنا بقى حابة اوريلكم شجرة الكاكا، انا وريتها لكم قبل كده. كانت الكاكا لسه خضرة. اول حاجة اللي بيحب الكاكا يكتب لنا في التعليقات. الكاكا بقى اول مرة كنت اعرف ان الكاكا ما بتستواش يعني تسوية كاملة على الشجر. هنا الورق بتاع الشجرة كله كده وقع زي ما انتوا شايفين، والكاكا صحيح يعني استوت اخدت وقتها بس كلون، لكن هي لسه طبعا جامدة قوي. وعرفت كمان ان هي لها فترة يعني على الشجر، وبعد كده خلاص بياخدوها بيحطوها في التلاجات الخاصة بتسوية الفاكهة، زي الكاكا الموز وغيره وغيره. طبعا في فاكهة كتير ما بتكملش تسويتها على الشجر، هي لها مدة اهو زي ما انتوا شايفين كده. كل الورق بتاعها وقع، ما عادش الا كام ورقة كده خلاص. يعني هي يا دوب بس هزة كده واحدة في الشجرة، فكل الكاكا كانت على الأرض. طبعا عشان هي لسه جامدة قوي ما تأثرتش طبعا لما وقعت على الأرض، غير لما تكون طيبة أو مستوية على الآخر أكيد كانت هتبوظ يعني لو نزلت على الأرض. فزي ما انتوا شايفين كده جمعناها كلها. لو شفت الفيديو لغاية هنا انزلوا بسرعة في التعليقات اكتبوا الله القوي المتين، واعملوا لايك للفيديو بسرعة في أسرع وقت، وتعالوا نكمل الفيديو. طبعا هنا بقى زي ما قلت لكم جمعناها كده كلها مع بعضها، وهنا طبعا مش مستاهل طبعا ان احنا نوديها تلاجة تسوية ولا حاجة. لا احنا هنسويها بمعرفتنا. هنا بقى زي ما انتوا شايفين برضو كان واقع كده فوق شوية، جبناهم. شايفين ما شاء الله شكلها حلو ازاي. بصوا بقى الطريقة اللي احنا هنسويها بيها. هنحطها في اكياس وهنلفها كده في بطانية في لحاف اي حاجة، ونحطها في مكان ضلمة، وهنسيبها اسبوع او اكتر او اقل على حسب هنتابعها طبعا نشوف هتستوي امتى بالظبط. حتى برضو جربي لو انت جايبة كاكا من السوق او موز او اي فاكهة مثلا، لقيتيها لسه جامدة ولا عايزة تبقى طرية شوية او عايزة تبقى طيبة شوية، جربي انك تسيبيها في الكيس بتاعها وتلفيه كده في مكان ضلمه. تلفيه كده باي حاجه وفي مكان ضلمه، هتلاقيها يوم والتاني وهتلاقيها استوت. بس الكاكا دي طبعا هتعوز اكتر من كده، لان زي ما انتوا شايفين جايبينها لسه من على الشجر ولسه ناقصه تسويه كتير. يعني ممكن تقعد اكتر من اسبوع كمان عبال ما تستوي. شايفين ما شاء الله الكميه اللي طلعت معانا، صحيح هي شجره واحده بس ما شاء الله ربنا طارح فيها البركه ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقى هنبدأ فقرة كوكو والكاكا، لازما كده نعين على الحاجة بنفسنا. شايفين ما شاء الله. طبعا بشكركم كلكم على كلامكم الحلو الطيب اللي بتكتبولي في التعليقات. هنا كوكو كانت بتتأكد ان الكاكا لسه ما استوتش. عرفتوا بقى ازاي بنسوي الكاكا او اي فاكهة بتجيبيها بتحس ان هي لسه جامدة. جربتها مع الموز ومع المانجا الخضرة، مش الخضرة اللي قشرتها خضرة، لا الخضرة اللي لسه مش مستوية. جربتها كمان مع الخوخ مثلا، الفاكهة اللي هي بتيجي جامدة ساعات ولسه ان هي عايزة تبقى طيبة يعني ومستوية اكتر. بعملها بالطريقة دي في الكيس بتاعها وبلفها يومين ولا حاجة وبلاقيها استوت. دي بالنسبة للفاكهة. حتى الموز برضو اللي بيجي اخضر برضو بتلفيه بنفس الطريقة وبتلاقيه كمل تسويته عادي. الكاكا برضو من الفاكهة اللي لازم تكون مستوية خالص، يعني ما ينفعش انت تاكليها خضرة شوية او كده او جامدة شوية، لان هي طبيعتها كده. وصراحة مش متأكدة قوي من معلومة ان الكاكا ما بتاخدش تسويتها كاملة على الشجر، بس معرفش بقى ممكن تكون انواع ولا هي فعلا ما بتستواش على الشجر. مش عارفة المعلومة دي اكيد ولا لا. بجد اكتر حاجة بحب اشوفها الشجر كده والزرع والجو ده بجد، وان انا اقطف حاجة كده من على الشجرة نفسها بجد حاجة تانية خالص. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.